يتمسكون بالأمل في العثور على ناجين رغم مرور أيام على الزلزال الذي ضرب المغرب وأودى بحياة المئات، معظمهم في قرى نائية بجبال الأطلس الكبير. يحاول البعض البحث يدويا بين الأنقاض في المناطق الجبلية لعلهم يحظون برؤية ذويهم، فيما يعاني الكثيرون من صدمة ما بعد الكارثة التي تدخلت معها الأطقم الطبية المدنية والعسكرية في محاولات لمساعدتهم. حالتهم النفسية تتنوع بين الحزن والقلق. إنهم يبحثون عن الدعم المعنوي، وبالطبع بعد القيام بما يلزم مع زملائنا في سوماتكس دورنا هو مساعدتهم. تواصل فرق البحث والإنقاذ من المغرب ومن الخارج الحفر بين أنقاض المنازل المبنية من الطوب على أمل العثور على علامات حياة، فيما دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تقديم مساعدات بأكثر من 100 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا، بما في ذلك خدمات المياه والمأوى والصحة والصرف الصحي. وقالت كارولين هولت مديرة العمليات العالمية في الاتحاد الدولي لجمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن هناك حاجة للتأكد من تجنب موجة ثانية من الكوارث. الحاجة أشد ماسة في القرى الجبلية النائية والفقيرة، والتي لا يمكن الوصول إلى الكثير منها إلا عبر طرق ترابية متعرجة، حيث انهارت المنازل التقليدية المبنية من الطوب وتحولت إلى أنقاض وغبار. عندما وصلت هكذا وجدت منزلي ومنزل جاري أيضا. كان هو هذا المنزل الذي كبرت فيه، لذلك شعرت بالصدمة. لا أستطيع أن أقول شيئا. أما في المدن مثل مراكش لا تزال العديد من العائلات تنام في العراء وتتجمع في الساحات العامة خوفا من الهزات الارتدادية.